السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في دانتال امكير. معاكم دكتور مهتاب علي. في الفيديو ده انا هقول لكم اجابة لسؤال جالي في تعليقات واحد من الفيديوهات من حد من المتابعين. السؤال كان ازاي نتعامل مع التركيبة. كان تقريبا الفيديو اللي هو الجزء الثاني من فيديو ايه الفرق بين التركيبة والزراعة. اللي هو الجزء التاني منه انا كنت عملته على جزئين. تابعوه وهتستفيدوا منه جدا. جالي عليه تعليق ازاي نتعامل مع التركيبة. انا رديت على التعليق يعني في تعليق تاني كريبلاي رديت عليه. لكن حبيت اعمله في فيديو منفصل علشان ده سؤال مهم، والكلام اللي فيه او اجابة السؤال يعني مهم جدا، وعلشان يعني كذا حد كمان لو ما وصلوش الكلام من التعليق يوصلوا عن طريق الفيديو علشان الفايدة تنتشر ان شاء الله. اول حاجة عايزة اتكلم عنها ازاي نتعامل مع التركيبة. انا اسفة. اول شيء نعمله طبعا هو التنظيف، والتنظيف المستمر. طبعا اول حاجه فرشه الاسنان، الفرشه والمعجون زي الاسنان عادي 3 مرات في اليوم. التركيبات بتبقى ثابته وبتتعامل معاها معامله الاسنان الثابته، اسنانك عادي، فتغسل اسنانك بالفرشه والمعجون 3 مرات في اليوم. تاني حاجة انك تستخدم خيط الاسنان. ده بالعكس، خيط الاسنان كمان مهم جدا مع التركيبات حتى لو ما بتستخدموش مع اسنانك العادية، لان التركيبات دايما بتبقى في حواليها الى حد ما فراغات اكتر من الاسنان العادية، او بتحوش حواليها اكل اكتر من الاسنان العادية. فلازم نحرص خصوصا للناس اللي مركبين جسر، لان في بيبقى دايما في فراغ بيبقى بسيط ما بيتشافش بالعين بس بيبقى بسيط قوي ما بين في حالة الجسر اللي هي السنة الصناعية اللي بتبقى على المكان الفاضي، وما بين المكان الفاضي نفسه اللثة اللي مغطياه. فعلشان كده لازم نحرص ان احنا نستخدم خيط الاسنان بعد كل وجبة حوالين التركيبة. كمان تالت حاجة كمان من الحاجات اللي بنستخدمها في التنظيف، في فرش خاصة بالتركيبات، بتبقى فرش صغنونة قوي خاصة بالتركيبات عشان تنظف حوالين التركيبات، وخاصة في حالة وجود جيوب او اي فراغات ما بين الاسنان او ما بين التركيبة والاسنان اللي حواليها. كمان في فرش اسنان او بحاجه فرش اسنان كهربائيه موجوده، ممكن نستخدمها عشان تساعدنا على التنظيف اكتر في حاله ان في ناس كتير ما بتعرفش ازاي تستخدم الفرشه والمعجون بطريقه سليمه. زائد ان دي حاجه زياده ان في اجهزه للتنظيف بتنظف حوالين التركيبات بالكهرباء برضو، بانها بتضخ كده ميه وهواء يعني بقوه كده معينه، زي نبضات كده من الميه والهواء بتنظف حوالين التركيبات، وخاصه برضو في حاله وجود جيوب او في حاله وجود يعني اي فراغات ما بين الاسنان او ما بين التركيبه والاسنان اللي حواليها. دي اول حاجه اللي هي التنظيف. كمان لازم يبقى فيه متابعه عند طبيب الاسنان علشان هو كمان يتابع وينظف كويس قوي سواء حوالين التركيبه او الاسنان عامه، علشان ممكن مهما عملنا ما نقدرش، خصوصا التركيبات الخلفيه البعيده، ما نقدرش نوصل لبعض الاماكن واللي ممكن تحوش فيها اكل وتعمل بعد كده مشاكل. تاني حاجة بقى نمبر 2، تاني حاجة المتابعة المستمرة زي ما قلت من شوية. لازم نتابع عند طبيب الأسنان، نتابع حالة التركيبة نفسها. هل مثلا فيها خدوش بسيطة احنا مش حاسين بيها؟ هل مثلا ثابتة في مكانها ولا لا؟ فيها مشكلة ما فيهاش مشكلة، سواء من الناحية التجميلية أو من الناحية العملية نفسها. كمان نتابع حالة اللثة اللي حوالين التركيبة، اللثة حالتها ايه، كويسة ولا لا. زي ما قلت لكم ممكن يكون في حاجات احنا مش حاسين بيها حوالين التركيبة، من فراغات حواليها او من التهابات في اللثة بتكون لسه في بدايتها، فلازم نعرف من دكتور الاسنان علشان هو اللي بيقدر يحدد اذا كانت اللثة صحية ولا محتاجة اي رعاية او حاجة مثلا زيادة عن الرعاية العادية اللي بتبقى في البيت. كمان اي وجود لجيوب او لفراغات سواء حوالين التركيبه او حوالين الاسنان اللي حوالين التركيبه، يعني الاسنان اللي جنب التركيبه، لازم يتم تنظيفها عند طبيب الاسنان. تالت حاجة كمان ان احنا لازم نبعد عن اي حمل زايد على التركيبة حتى الثابتة، حتى لو كانت التركيبة معمولة على زرع.
لازم نبعد عن اي احمال زايده، وخاصه في حاله الناس اللي العضه بتاعتهم بتبقى مش مظبوطه، وبتبقى اوريدي الدكتور قايل له على كده ان انت عضتك مش مظبوطه شويه وعليها حمل. وخاصة كمان لما بتكون في حالة تركيبات أمامية، زي الناس مثلا متعودة تقطم حاجات ناشفة قوي على الأسنان اللي قدام، أو تكسر حاجات على الضرس اللي ورا. في ناس بيبقى عندها ساعات عادة، بس دي باد هابت، بتبقى عادة سيئة إن هي ممكن تقرقط حاجات كتير في الأسنان اللي قدام، في مفتاح مثلا، في دبوس، أي حاجة، أو متعودة تفتح كنز بيبسي مثلا بالأسنان. طبعا ده غلط خالص، سواء على الاسنان الطبيعيه او على الاسنان الصناعيه، بس على التركيبات الصناعيه كمان اكتر واخطر. ما ينفعش خالص نعمل اي عاده زي العادات دي على اي تركيبه صناعيه، ولا نعمل اي حمل من الاحمال الغير طبيعيه زياده على التركيبه، سواء اماميه او خلفيه، لان هي مهما كانت مش هتتحمل زي السنه الطبيعيه. السنه الطبيعيه ممكن تتكسر، فما بالكم بالتركيبه ده هي اساسا ممكن السنه اللي تحت التركيبه هي اللي تتكسر. يعني لو السنه ما اتكسر، لو التركيبه نفسها ما اتكسرتش، السنه اللي تحتها تتكسر. فعلشان كده لازم نبتعد عن اي حمل زايد او عاده سيئه كنا بنمارسها ممكن تضر بالتركيبه او بالسنه اللي التركيبه محطوطه فوقيها. رابع حاجة بقى بالنسبة للتركيبات المتحركة، احنا كده اتكلمنا على التركيبات الثابتة. بالنسبة للتركيبات المتحركة، هل ليها وضع خاص؟ ليه؟ لان اولا التنظيف بتاعها مختلف، لان هي لازم تتخلع. المتحرك دي اللي احنا بنخلعها ونرجع نلبسها تاني، دي لازم بعد كل وجبة تتخلع، بنقلعها خالص وبعد كده بنرجع تاني، يعني ننضفها، نقلعها، نقعد ننضفها، وبعدين نرجع ان احنا نلبسها تاني، لما سواء هناكل ولا لما هنقعد عادي كده. طيب التنظيف ده بيبقى ازاي؟ التنظيف ده بيبقى يا اما ان احنا بنجيبها هي نفسها وبنغسل بالفرشه والمعجون عادي، بس احنا هنا عايزين فرشه ناعمه، وعادي بالفرشه والمعجون بنفرشها، سواء الجزء اللي فيه الاسنان او الجزء نفسه اللي جوه اللي بيبقى راكب على اللثه او العظم. او ان احنا ممكن يعني لو مش متواجد قوي الموضوع ده، او ماديا مش هنقدر ان احنا نوفر فرشه للاسنان وفرشه تانية للطقم، او مثلا التركيبه المتحركه مش لازم تكون طقم كامل، ممكن يكون جزء، يعني تركيبه متحركه بس في اسنان تانية طبيعيه. ويفضل ان فرشه الاسنان الطبيعيه ما تكونش هي نفسها الفرشه اللي هتغسل بيها الطقم المتحرك. ف يعني لو مش هيبقى عندنا الفرشه الناعمه دي، يبقى ممكن بالميه والصابون بس، يعني شويه صابون في الصباع كده ونغسل كويس قوي، وبالميه كويس قوي، علشان نشيل اي بقايا من الطعام والبكتيريا اللي ممكن تلزق او تكون متراكمه على الطقم ده، سواء كان طقم كامل او كان جزئي، تركيبه جزئيه بتتشال وبتتحط تاني بتمسك في بقيه الاسنان. تاني حاجة في التركيبة المتحركة ان احنا لازم نقلعها قبل ما ننام، لازم تتخلع قبل ما ننام. محدش ينام بالتركيبة المتحركة دي، زي بالظبط العدسات اللاصقة بتاعة العيون، ما ينفعش حد ينام وهو حاطط العدسة اللاصقة، لان لو نمت بالكونتاكت لينس او بالعدسة اللاصقة بتحصل مشاكل كتير جدا في الكورنيا بتاعة العين او قرنية العين. بغض النظر عننا مش هنخش في تفاصيل في الموضوع ده، وان بتحصل التهابات في القرنيه ومشاكل كتير جدا. نفس الموضوع بيحصل مع اللثه اللي بتكون على العظم اللي محطوط عليه التركيبه، بتحصل عليها مشاكل كتير جدا، والتهابات وتقشير والسرز اللي هي قروح، ومشاكل كتير جدا لا حصر لها. فلازم تتقلع، لازم تتقلع قبل ما ننام. بتتقلع وبتتحط فين؟ بتتحط في ميه وصابون، يا اما كده نص كوبايه ميه عليها شويه صابون، ومش فيري، يعني محدش يحط فيري، لان الفيري بتاع المواعين ده فيه مواد تانية غلط بتسبب حساسيه وتوكسيك ومسمى يعني، وما ينفعش ان احنا نحطها، بتضر بالتركيبه نفسها. والمواد دي البقايا اللي منها بتلزق التركيبه بتضر اللثه، فغلط خالص، غلط خالص. ما تتحطش صابون مش الفيري، ما اقصدش بيه فيري. او ممكن، او الافضل طبعا انه يتحط في مطهر خاص زي العدسات اللاصقه بالظبط. يعني العدسه اللاصقه مثلا مش هينفع ان احنا نجيب شويه ميه من الحنفيه ونحطها فيها، برضو الحنفيه او ميه الحنفيه حتى لو ميه معدنيه بيبقى فيها املاح وفيها انواع معينه كده من الكائنات الدقيقه قوي، مش ضاره بالصحه، ولكن بتنمو على اي حاجه من الحاجات الصناعيه دي، زي عدسات لاصقه او زي تركيبه صناعيه. علشان كده لازم تتحط
بتتحط في محلول خاص بيها. بنقلع التركيبة المتحركة بتاعتنا وبنحطها في محلول خاص بيها، وده بيتباع في الصيدليات وتقدر تسأل عنه طبيب الأسنان بتاعك ويقول لك هو ايه واسمه ايه، وتشتريه كمان منين وبكام وكل حاجة. ده بيبقى محلول خاص بيها زي بالظبط المحلول بتاع العدسات اللاصقة، كل يوم بتحطه فيه بالليل والصبح تاخده منه تلبسه على طول، وبيبقى مطهر ومضاد للبكتيريا. ده كان الفيديو، اتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، واكون رديت على السؤال. لو عندكم اي سؤال او استفسار في اي حاجة تانية اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم فورا. مش بس هرد على التعليق، اعمل لكم كمان فيديو بيشرح السؤال بتاعكم والاجابة بتاعته بالتفصيل عشان تستفيدوا. بس ما تنسوش ادعموني، اشتركوا في القناة وانشروا الفيديو ده لانه هو مهم جدا، والفيديوهات اللي فاتت، وتابعوا الفيديوهات اللي فاتت وفيديو الفرق بين التركيبة والزراعة، واستنوا فيديوهات تانية جاية جديدة حلوة قوي ومهمة جدا. هكلمكم عن السنان وبتتركب من ايه، وايه المشاكل اللي بتحصل في الاسنان، وايه العلاج، وخليكم تتخيلوا معايا وتعرفوا اكتر عن طب الاسنان ومن غير ما تقعدوا تدرسوها 5 سنين. استنوني ان شاء الله الفيديوهات الجاية، وانشروا الفيديو ده وتابعوني على انستجرام وعلى فيسبوك، هتلاقوا روابط كلها موجودة تحت في صندوق الوصف، ودوسوا على سبسكرايب اللي بالاحمر او اشتراك ولايك للفيديو، واتمنى لكم بسمة احلى.